اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين يومنا، يا رب يكمل مع حضراتكم بكل السعاده. الحقيقه الفقره دي انا واثقه انها تكون فقره مختلفه ليها علاقه بالسياحه والمتاحف والثقافه السياحيه اللي المفروض تكون عندنا، ومعانا ضيفه من قبل ما تدخل الهوا الحقيقه انا شايفاها محفزه الى معرفه والقراءه عن تاريخ مصر بشكل كبير جدا، لان هي هاويه وحابه ودارسه ومتخصصه وحاجات كتير قوي. خلوني ارحب بضيفتي الدكتور ميرفت خليل، خبير سياحي وخبير في السياحه الدوليه. صباح الفل يا دكتور ميرفت. صباح الخير. اولا يعني انا عارفه انه احنا معانا حد النهارده يعني حياته كلها عباره عن سياحه، بس انا عايزه افهم في مصطلح قريته اللي هو السياحه المتحفيه. اولا هي ايه السياحه المتحفيه؟ ثانيا اهميتها ايه بالنسبه لمصر؟ بداية الكلام، من أين نبدأ الكلام؟ وسوف سنلقى عليك السلام يا مصر. المتاحف وأهمية المتاحف. مصر عملت حاجة عظيمة قوي الأيام ديت، افتتاح أكبر متاحف العالم في مصر في كذا محافظة. نبدأ بالقاهرة، المتحف المصري الكبير العظيم افتتاح، واللي الناس كلها ابهرت العالم كله بافتتاحه، والبهو العظيم وتمثال رمسيس الثاني واستقبال الزوار، والمتحف كبير جدا. الهرم الرابع لمصر انا اطلقت عليه قبل كده يعني اللقب دوت. ازاي ان احنا عندنا سياحه متحفيه ونجيب سياحه وافده الى مصر ونمط سياحي هو مش حديث، هو جديد ومختلف وموجود عندنا متاحف، بس ابراز المنتج الثقافي المصري لدى السائح ان هو يجي متحف عظيم يعتبر من اكبر المتاحف تصنف في العالم حاليا. مقتنيات توت عنخ امون، كل المقابر ومقتنياتها تعرض في المتحف. تمثال رمسيس الثاني، المسله العالقه. اظن ان بالظبط الناس في حاجتين عايزين يشوفوا، المسله العالقه وتمثال رمسيس الثاني، لانه هم عليهم كم من السبوت الاجنبي اكتر من المصري الحقيقه، يعني الناس متشوقه جدا يشوفوا. السائح الاجنبي زي ما بيقولوا عارف قيمه الاثر السياحي بتاعنا، ازاي ان هو عارف المنتج الثقافي بتاعنا وقيمته. احنا كمصريين طبعا احنا يعني بنفتخر بالحضاره المصريه العريقه بتاعتنا، ولينا فخر كمصريين، وان انا اقول ان انا مصريه، وان انا طبعا بضم اثار كبيره جدا. صوره طبعا من البهو العظيم طبعا الخارجي، تمثال رمسيس الثاني طبعا الذي قاد معركه قادش العظيمه، واللي موجود على معبد الاقصر صوره ليه بالمعركه وهو يقود المعركه، ملك عظيم. طبعا هم حطوا تمثال رمسيس الثاني عشان ليه اهميه تاريخيه، يعتبر اول فرعون عمل معاهده سلام في العالم، ويعتبر في الحضاره المصريه القديمه. وطبعا واقف كشموخ، ووجود برضو تمثالين في معبد الاقصر. طبعا بص حضرتك العظمه، الصوره لوحدها بالخلفيه فخر العظمه، فخر الحضاره المصريه العريقه بتاعتنا. وطبعا المتحف وتصميمه، احنا عندنا من اجمل تصاميم العالم المتحف المصري الكبير، والهرم الرابع لمصر كان اطلقت عليه في المطلق قبل كده في كذا برنامج، قلت الهرم الرابع هيعمل ضجه، وفعلا هو عمل ضجه. الافتتاح المفروض يبقى في خلال شهور، يعني الافتتاح الرسمي هو الافتتاح الرسمي خلال يعني الشهور القادمه. دلوقتي هم بيعملوا افتتاح تجريبي للمتحف لقاعه يعني المحاكاه. كل اللي حصل ده افتتاح تجريبي فقط؟ طبعا افتتاح تجريبي، ان احنا هنشوف السائح هيعيش تجربه الفرعون الصغير الملك الكبير توت عنخ امون. طبعا انا اتكلمت عنه كده، وطبعا هحتاج حلقات كتيره جدا ان انا اتكلم عنه واقول ازاي ان هو عمل الحضاره الفرعونيه والكنوز العظيمه. ده مدخل البهو طبعا تحفه، ده لسه في تصميمه كمان. يعني ايه ثقافه؟ برضه الناس عايز تفهم يا دكتور ثقافه المتاحف او السياحه المتحفيه، اللي هو السائح اللي جاي ده هو في الغالب بيكون مثلا مثقف، اعتقد هو مثقف من الدرجه الاولى، قارئ، عارف هو جاي يشوف ايه اكيد. لكن انا عندي سؤال الحقيقه جه لذهني دلوقتي، انه في ظل التكنولوجيا اللي احنا عايشينها، وانه انا ممكن بالموبايل ادخل جوه صفحه او جوه كاميرا المتاحه طبعا لمتاحف مختلفه، بقعد افكر طب هل مش ممكن يجي في يوم من الايام النوع ده من السياحه يختفي او يقل شويه؟ لا بالعكس حضرتك بتقولي تقنيات حديثه، احنا بنواكب التكنولوجيا الحديثه هنا في مصر. ان احنا نعمل قاعه محاكاه 3D
4D 7D، ان احنا نعرض حياه الفرعون الصغير ونجيب السائح نفسه ويعيش التجربه الجميله الشيقه، وان هو يعيش حياه الفرعون ازاي ان هو حكم مصر، ازاي عمل الحضاره الفرعونيه القديمه ديت، وازاي ان هو عمل كنز يعتبر توت عنخ امون اول مقبره اكتشفت كامله في التاريخ سنه 1922 على العالم الكبير طبعا هوارد كارتر. ومن حظ مصر الحمد لله وان ربنا حباها بحاجات كتير وحماها، ان جه عالم فرنسي اصدر قانون قبل الاحتلال الانجليزي لمصر ب3 شهور، قال ان المقبره لو اكتشفت كامله ولم تمس، ان المقبره لو اكتشفت كامله ولم تمس طبعا من حق الدوله المحتله اللي هي مصر، وكان القانون ده من حقنا في ذاك الوقت. ودلوقتي كان من حظنا الكبير ان ناخد مقتنيات المقبره كامله، كانت لم تمس قبل كده من اي لصوص في المقابر، واكتشفت في البر الغربي وكانت عامله ضجه. يعتبر اكتر من 50,000 قطعه اثريه من توابيت ذهبيه من قناع الذهب لتوت عنخ امون اللي عرض بره في معرض برلين في المانيا، وبعد كده رجع تم استرداده هنا، وتم طبعا عرض مقتنيات توت عنخ امون في المتحف المصري الكبير في التحرير. ودلوقتي عملوا شو اعلامي ضخم جدا وفتحوا قاعه محاكاه الاولى في العالم اجمع بان هو يعيش تجربه السائح، تجربه الفرعون الصغير توت عنخ امون، واذهلت العالم. كان في اقبال كبير جدا جدا على قاعه المحاكاه. هيبقى انا واثقه انه هيبقى القاعة دي هتبقى عالم آخر، يعني أنا داخلة في إيرا تانية أو في زمن خلاص تاني. هو يعني انتهى العرض 16 ديسمبر والناس طبعا الإقبال والريفيوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس جاية هل من هيتم بره. إعادة العرض مرة تانية عشان أكيد، برضه الناس اللي حابة افتتاح طبعا المتحف رسميا. هيفتتحوا طبعا قاعات المتحف، طبعا الحضارة الفرعونية، الحضارة الرومانية واليونانية، وعرض المقتنيات المقابر. عندنا كمان مصر عملت حاجة حلوة قوي، ملحق بالمتحف قاعة ترميم آثار، نرمم كليات الآثار تتعلم ترميم الآثار. احنا يمكن كان لينا تجربة في البرنامج هنا وبرنامج كمان كاميرا لايف، اللي احنا متحف الحضارة يمكن في تاني يوم تم افتتاحه، وشفنا الدكاترة والمتخصصين من الشباب المصري وسنهم صغير الحقيقة، وشفناهم وشرحوا لنا عن الترميم وقد ايه انه الجيل الحالي من المرممين المصريين الشباب هو قائم بنسبة يمكن 80% على ترميم الآثار، خصوصا في متحف الحضارة. احنا مصر مهد الحضارة والفراعنة، يعني حضارة 7000 سنة. ازاي احنا لا نقتصر ولا يقل أهمية عن أي دولة أخرى في الحضارة المصرية العظيمة. ولو جيتي بجد مثلنا مصر في كليات الآثار وكليات السياحة وفنادق على مستوى مصر بتخرج كوادر هامة جدا، يعني ملحق بالمتحف المصري الكبير. يعني مرممات آثار ومرممين آثار على أعلى مستوى بيطلعوا بره العالم كله بينبهر. صح. مين هيرمم اثارنا غير المصريين؟ احنا كمصريين يعني شعب اصيل، يعني بجد احنا عندنا عقيده وفرح جدا. زي ما حضرتك شايفه دي واحده من كليات الاثار بترمم تابوت توت عنخ امون الذهبي. بص مقتنيات التابوت، بصي حضرتك حفظ رونقه التابوت والحبق التاريخي اللي احنا فيه، ان احنا نحافظ على اثارنا. حاجه تانية عايزه اقول لحضرتك عليها مهمه جدا، ازاي ان انا انشط وان انا اروج لمصر عبر منصات التواصل الاجتماعي. دي مهمه قوي طبعا، اليوتيوب، الانستجرام، الفيسبوك، كل دوت بنوصل للسائح فكره وتجربه شيقه جدا. ان احنا نقول له تعالى هنا مصر، احنا عندنا حضاره، عندنا متاحف. كمان مصر عملت حاجه حلوه قوي والحكومه على راسها، افتتاح اكبر المتاحف التي هزت العالم اجمع، منه متحف الحضاره اللي في عين السيره. متحف الحضاره اظن كان نقله نوعيه لقطاع السياحه في فتره في العصر الحديث. ايوه، وفتره كانت صعبه جدا، يعني طبعا. اغلب الدول كانت لسه مغلقه سياحيا بالظبط. يعني. بس احنا عملنا نقله نوعيه، احنا عملنا نقله وافتتاح لبعض المتاحف، وعندنا احتفالات كبيره جدا، وعملنا يعني زي ما بقول شو اعلامي ضخم جدا، وان احنا حفظنا اكتر من 300 قناه اجنبيه كانت طبعا غطت الحدث. كمان عندنا متحف اخناتون الرائع اللي في منطقه المنيا، ما حدش يعرف عنه حاجه. لا، انا دلوقتي من هنا من البرنامج بقول لكم محتاجين نروح نصور فيه كمان. المتحف ده يعني عايزه اقول لحضرتك تصميمه خاص باشعه الشمس نازله من السماء.
للملك اخناتون العظيم والملكه نفرتيتي. طبعا عايزه اقول لحضرتك الملك اخناتون وتل العمارنه وابيدوس وتل بسطه، الاماكن العظيمه ديت لازم نبرز قيمه الاثر عندنا. طيب. حتى الاكتشافات الحديثه اللي حصلت في المنيا تم كمان وضعها في المتحف اخناتون العظيم اللي يتم افتتاحه. انا الحقيقه في اكتر من فتره قريبه تم اكتشافات كتير ورا بعض، منهم سقاره يمكن اكيد اكيد اكتشف جبانه كامله في سقاره. طبعا الصور دي يعني زاهي حواس، طبعا زاهي حواس هو يعني العالم الكبير بوجه له تحيه وتقدير من هنا من البرنامج. اكتشف يعني اكتشافات عظيمه، والاكتشافات دي راحت للمتاحف الجديده زي المتحف المصري الكبير، متحف اخناتون بالمنيا، متحف سوهاج باخميم، منطقه اخميم المشهوره طبعا بالسجاد والحرف اليدويه في سوهاج. احنا عندنا حقبه تاريخيه عظيمه لمصر في الاونه القادمه في المتاحف. ايه المحافظات اللي احنا ممكن غير الاقصر واسوان، لان دي اكتر حاجه مشهوره بالمتاحف والمعابد وخلاص عارفين ان هي اثريا هي رقم واحد بالنسبه لنا كمصريين يعني. ايه تاني اماكن ومتاحف احنا زي مثلا متحف اخناتون لما قلتي لي انه متهيألي مفيش حد كتير يعرف عنه؟ إيه هو معلن في المشاريع، معلن طبعا، معلن في المشاريع، انه مش واخد الشهره الكبيره زي المتحف المصري الكبير. هقول لك ايه متاحف تاني او ايه اماكن تقولي لنا لازم تروحوا المكان ده او المتحف ده؟ عايزه اقول لحضرتك على حاجه، المتاحف في مصر كتيره جدا جدا جدا. في الاسماعيليه عندك متحف اسماعيليه العظيم. طبعا المتحف دوت فيه مقتنيات تل المسخوطه والحفائر العظيمه اللي اكتشفت على اثار قناه السويس العظيمه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ديليسيبس معروف جدا. ديليسيبس اخدوا مقتنيات ديليسيبس والقبعه بتاعته واللبس والقلم بتاعه والحاجه بتاعته، وعملوا غرفه كامله للديليسيبس. ازاي ان هو طبعا واقف على موجود فين؟ موجود في اسماعيليه. لازم نعمل فوكس على الاماكن السياحيه. بص مصر مليانه متاحف عظيمه، اماكن اثريه عظيمه، مقابر لم تكتشف بعض، وسر بعض المقابر التي لم تكتشف بعض حاليا في العصر الحديث زي مقبره اسكندر الاكبر. الناس كتير دورت عليها. واكتشاف السرداب في شارع النبي دانيال، كل الناس اتكلمت عن الحدث العظيم وان سر اكتشاف يعني ما حدش حتى اكتشفها. كليوباترا السبعه، ما حدش دور على مقبره كليوباترا السبعه. عايزه اقول لحضرتك اسكندريه مليانه مليانه. بص حضرتك فين؟ دي في المتحف في اسماعيليه. محتاجين نروح الاماكن دي. اسماعيليه يعني جميله، والسويس في متحف هناك حربي عظيم. اسكندريه والمدينه الغارقه، نيجي نتكلم عن المتحف في اسكندريه. متحف لوحده مفتوح. عايزه اقول لحضرتك البحر العظيم بحر اسكندريه اتبنى على مدينه غارقه كلها من العصر اليوناني الروماني طبعا القبطي. كل دوت احنا بقى عشان نيجي نقول للسائح تعالى هنا مصر عندي. ايوه نعمل ايه بقى؟ يعني انت متخصصه، نعمل ايه؟ 1 2 3 خطوات. هنقول اول حاجه لازم عندي وعي لدى المجتمع المحلي المصري، لازم يعرف قيمه السائح، لازم ان هو جاي عارف ان احنا بلد مقصد سياحي عالمي. عالمي، نعرف قيمه السائح عندنا. تاني حاجة ودي الأهم، الشغل الإعلامي أو منصات التواصل الاجتماعي، كيفية استغلالها الاستغلال الأمثل. إزاي إن أنا أستغل الحدث بتاعي بالكاميرا الموبايل بتاعي، أقول له تعالى. حتى لو أنا رايحة أزور المتحف أو الهرم بتاعي أو مركب الشمس العظيمة. عندي حاجه تاني، اماكن الغطس العظيمه في منطقه البحر الاحمر وشرم الشيخ. دخلتينا بقى في انواع مختلفه من السياحه يا دكتور. ليه يعني؟ عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا اثار غارقه، نعمل نفس الاثار بتاعتنا للناس اللي بترشح السياحه الترفيهيه والغوص. في عندي سائح بيجي غوص بس، في سائح عندي بيجي استشفاء بس، في سائح عندي بيجي ثقافي بس. انا عايزه اجيب واندرج في البرنامج السياحي مصر كلها. انا عايزه السائح هنا ينفق، يدفع لمصر مده اقامته زي السائح الالماني والايطالي والفرنسي والانجليزي والامريكي بينفقوا حلو قوي. تعالى بقى عندي سائح بيحب مشاهده الشعب المرجانيه، اعمل متحف عظيم تحت كده، هو تحت البحر الاحمر الشعب المرجانيه، في زي حاجات استنساخيه من الاثار المصريه. احنا ده متحف اسكندريه معانا كده. ده في المتحف اليوناني اليوناني والروماني في اسكندريه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، الحضاره اليونانيه والرومانيه
في مصر عملت حقبه عظيمه جدا في اسكندريه، ان انا اخد نسخه من الاثار دي واحطها تحت مياه البحر الاحمر، اعمل شو. انت عايزه، انا فهمتك، ابتكار، انت عايزه افكار استراتيجيه، ان انا الناس اللي جايه سياحه تغوص. طب تمام، يبقى في سياحه غوص ومعاها سياحه استكشافيه، عايزه اقول لحضرتك على حاجه تحت البحر. عندي في منطقه الاهرامات اعمل تلفريك بين منطقه الاهرامات والهرم الكبير والهرم الصغير ومنطقه سقاره ودهشور، تلفريك بقى يشاهد يلف كل ايوه زي لبنان عملوا ايه تلفريك على شجر الارز، وان احنا بنروح لبنان بنفتخر بالخضره والغابات بتاعتها. طبعا لازم ابتكر، لازم يكون عندي عنصر الابتكار. مصر هنا عظيمه، لازم ان انا ابتكر. بمناسبه التلفريك ومنطقه الاهرامات، يمكن كان بدا من سنتين او 3 قبل الكورونا على طول، كان في توجه لوزاره السياحه انه يتم عمل اكتر من ايفنتات وعروض للازياء وعروض عالميه في منطقه الاهرامات وبعض المعابد، واستغلالها بس استغلال جيد مش سيء. وشفنا الحقيقه كم من الايفنتات والحفلات اللي كان فيها عدد كبير جدا جدا من رجال الاعمال العالميين، ويعني كان في وفود كتير جدا، واظن ان ده عمل نوع من انواع الرواج للفكره نفسها. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، دي طبعا بنستخدمها في المقام الاول ترويج السياحه لمصر. تيجي للمعارض بره، برلين الجميله، المانيا، حصل حدث عظيم قوي من كام سنه، من 2018 تم عرض مقتنيات توت عنخ امون في معرض في امريكا. طلعنا حوالي 150 قطعه اثريه. جت سائحه دخلت المتحف، بصت لوجه توت عنخ امون، اغمى عليها. ليه؟ بعد ما فقد سالوها، بقول اغمى عليكي ليه؟ بتقول انا شفت اجمل وجهين في الدنيا بالنسبه لي. كان ساعتها في ممثل اجنبي جاي يزور مقتنيات الملك توت عنخ امون، شافته وشافت وجه التمثال، ما صدقتش نفسها من الصدمه، اغمى عليها. يعني عايزه اقول لك رهبت، لو حضرتك روحتي المتحف وشفتي المقتنيات بتاعتنا والنقوش الفرعونيه هتنبهري. احنا عندنا المعارض بره بنستغلها في السياحه بتاعتنا. عندنا المكاتب الخارجيه بره مصر، البروشور والكتيبات والعاديات ومفتاح الحياه والمقتنيات الاثريه. هل سفاراتنا في الدول الثانيه عليها دور في الجانب السياحي ولا لا؟ طبعا احنا عندنا مكاتب بره مصر. يعني مكاتب هيئه التنشيط السياحي ووزاره السياحه بره مصر. يعني عند حضرتك في بكين، عند حضرتك في امريكا، في انجلترا، في لندن، في فرنسا، لينا مكاتب. دور المكاتب تنشيط السياحه وترويج السياحه لمصر. يعني بيعملوا زي معرض صغير كده وعرض بعض المقتنيات والمنشورات، تعالوا هنا مصر، زي حفل كده فرعوني صغير. يعني في ناس ما تعرفش عن الحضاره المصريه العظيمه. يعني ناس يقول لك ايه، لا انا بروح ترفيه هنا في مصر، بروح الشواطئ سفاجه والغردقه وشرم الشيخ بيروح الاقصر واسوان عشان الاثار الثقافيه فقط، مع ان فيها سياحه استشفائيه. احنا بنعمل ترويج وتنشيط للسياحه المصريه العظيمه بتاعتنا. فاحنا لا نقل اهميه عن العالم اجمع في الحضاره الفرعونيه العظيمه. فعايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا خير سفراء لبلادنا الحبيبه مصر. صح. دي المقوله بتاعتي الشهيره، ولازم ان انا اقولها في كل برنامج. بمناسبه المعارض الخارجيه اللي فيها او اللي بيتم عرض فيها قطع اثريه مصريه، بتشوفي انه احنا التسويق السياحي في المرحله الحاليه جيد ولا لسه قدامنا مراحل تانية؟ بمناسبه الصوره دي جميله جدا، ده القناع من احلى الصور عامه. ده القناع الذهبي الذي ابهر العالم. كمان اتعمل له ترميم لدقنه، لدقن الملك توت عنخ امون. عايزه اقول لك على حاجه، يعتبر بالنسبه لي وهقولها تاني انظر قطعه اثريه في الوجود، ليس لها مثيل. فعلا المقبره دي والله العظيم فعلا صرح عظيم لمصر، وفعلا كانت نعمه. اوقات 1922 اما هوارد كارتر طبعا جه واكتشف في البر الغربي، لغايه ما كان يعني صابوا صدمه ان هو خلاص واحباط ان هو مش هيلاقي مقبره الملك توت عنخ امون. وما اكتشفت كامله ولا تمس، يعني وقال لعنه فراعنه وكل اللي يقرب من المقبره يموت. بالمناسبه لعنه فراعنه دي حاجه حقيقيه؟ هو مش لعنه فراعنه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، اما بتقعدي في مكان انا بسط لك يعني ايه لعنه فراعنه. هو اطلق عليها لعنه الفراعنه لكذا سبب. احنا لما نيجي نمس الفراعنه بسوء
بيلعنك، يعني بيصيبك بحاجه، بس هي مش لعنه بمعنى لعنه. يعني عندي المقبره لم تكتشف، بيطلع هواء سام من المقبره. لان بقى لها سنين، بقى سنين بيطلع ميكروبات، بيطلع جراثيم، بستنشقها بموت. مكان ما فتحتوش آلاف السنين، يعني 7000 سنة أو 3000 سنة في المكان دوت. تقولي حضرتك ان انت لازم نفرغ المقبره او المكان عشان يخرج الهواء السام منها. في اكتشاف مقبره توت عنخ امون لهوارد كارتر عمل حاجه حلوه قوي. ايه بقى؟ جه يكتشف هواء المقبره، كان مولع شمعه وقربها، يعني قرب الباب لقى ان في هواء، قفل الشمعه، جاب عصفور حطه قدام باب المقبره، العصفور مات. قال بس في هواء سام، فيتم تفريغ باب المقبره ويعني تفريغ الهواء عشان نعرف نخش ونعمل تنقيب عن المكان. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، دي مقبره في البر الغربي لسكن رمسيس الثاني. بصي بعض النقوش محتفظه بجمالها والوانها والرونقه. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، في بعض الاوقات جم علماء مصر قالوا ان المومياوات ترجع المقابر الملكيه مره اخرى في البر الغربي. ليه؟ عشان أنا اللعنه، يعني بس عشان اللعنه وحفظ الموتى. كتاب الموتى ايام الفراعنه ان احنا لازم نحافظ على يعني نحافظ على الجثمان، ويعني حرمه الجثمان. وجم قبل كده عملوا طبعا، يعني قبل ما اتولد في المتحف المصري الكبير، قصدي الصغير في التحرير، قاعه مومياوات كامله ملوك عظماء ليها رهبه عظيمه. طبعا انا لما بخش المكان ده مش عايزه اقول لحضرتك، انا فعلا حاله سكوت بتجيلي. يعني مومياوات زي الملك رمسيس الثاني، الملكه كليوباترا، الملك حميونو الذي اشرف على بناء الهرم الاكبر، ملوك عظماء بنوا الحضاره المصريه العظيمه. تخيلي انت واقفه قدام ملك، مومياء ملك بحالتها الطبيعيه بلفائف البردي، ملفوف بلفائف البرد، محتفظ بنفس وجهات الوجه والشعر. حتى الان لم يتم تحليل شعر المومياوات، يعني حتى بيقول لك كليوباترا وشعر كليوباترا، وشفنا الجدل الملكه نفرتاري والملكه طبعا نفرتيتي العظيمه. دلوقتي طبعا حفظ المومياوات لازم يكون، عشان طبعا الموميا غاليه جدا زي ما بيقولوا، اثر تراث عن مصر العظيمه، فما ينفعش ان احنا نفرط فيها. اما مقتنيات المقابر زي ما شفنا، وتم طبعا استعراض الصور زي ما حضرتك شفتي، نفس المقتنيات المقبره محتفظه بالرونقه بتاعتها، بالالوان، بالنقوش، بورق البردي. كمان النقوش ديت بترمز لحاجات طبعا. يعني عايزه اقول لك معركه قادش على في بهو معبد الاقصر منصوص على المقبره كامله. ازاي ان هو عمل المعركه، وازاي ان هو كسب المعركه، وازاي اني اخذ الذكاء وسلك الجبلين وقضى على الاعداء. الملك رمسيس الثاني تخشي بهو صرح معبد الاقصر العظيم ومعابد الكرنك والنقوش. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا لسه بنتعلم من النقوش الفرعونيه. يعني اتعلمنا الهندسه، الطب، الرياضه، الفلك، علوم الحديثه. ده كله ممكن يبقى جزء من اجزاء التسويق القوي. طبعا. انه ما زالت الاثار المصريه بتعلمنا وبنتعلم منها وبنتعلم اكتشافات منها وبنتعلم حاجات كتير في مواد مختلفه او في فروع مختلفه. اكيد طبعا. عايزه اقول لك زهره البردي او زهره اللوتس لسه بناخدها شعار لمصر. يعني عايزه اقول لك لما بتيجي تعملي شو اعلامي زي افتتاح طريق الكباش في معبد الاقصر، ما بين معبد الاقصر ومعبد الكرنك، شفت الشو الاعلامي، شفت الزي الفرعوني لما خارجين كده من طريق الكباش وطبعا الدير البحري حتشبسوت. احنا عرضنا حوالي تقريبا كل مقتنيات الاقصر في الشو الاعلامي دوت، والناس قاعده بتتفرج طبعا على الغناء العظيم والعروض التسويقيه. وكمان بدأوا باغنيه فرعوني وبعض الكلمات الفرعوني الهيروغليفي، نقول لهم احنا هنا مصر ارض الحضاره والمهد والحقب التاريخيه التي ليس لها مثيل في العالم اجمع. مهما عملوا استنساخ من الاثار وعرضوها بره مصر، ما فيش زي مقتنيات المتحف. الناس كانت قلقانه من بعض الدول اللي كانت عامله زي ممشى او استنساخ لبعض الاثار المصريه. يمكن الصين عاملاها من بدري، يعني الصين، السعوديه هي بتروج لينا، هم بيروجوا لينا بالظبط. يعني انا بشوف ان دي حاجه بالعكس، يعني تقولي بدل ما احنا نقوم نعملها هناك خلاص اتعملت لنا. ما هي كده شو اعلامي لينا. هم استغلوا حاجه. الاصل بقى يجي، اللي عايز بقى يشوف عظمه ابو هول العظيم وارتفاع الهرم الاكبر طبعا. وطبعا دلوقتي دخل رياضات عظيمه داخل طبعا منطقه الاهرامات والمعابد، زي المنضاد، زي الطيران الحر. طبعا، وان انت تقفزي من
اعلى، وتشوفي موجود سفح دلوقتي الاهرامات. في الاهرامات في برضه. الباروتيل. الباروتيل ده موجود ومشهور جدا، والطيران الحر طبعا على سفح الاهرامات صحيح. العظيمه. صحيح. بشكرك جدا 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 دكتور ميرفت خليل، نورتينا، خبير سياحي وخبير السياحه الدوليه، نورتينا، والحقيقه معلومات كتير قوي بنعرفها منك، وان شاء الله تكوني موجوده معانا في فقرات تانيه، لان هنقعد نتكلم كتير عن اثار بلدنا مش هيكفينا يعني وقت ولا فقره واحده. انا بشكرك جدا وانا سعيده بحضرتك جدا. شكرا جزيلا ليكي. مشاهدينا بكده تكون خلص فقرتنا وحلقتنا النهارده. بكره يوم جديد وفريق عمل جديد. بشكركم جدا.